السلام عليكم، مرحبا بالجميع مع طبخ من داني. مسفة تاعي ان شاء الله غادي نديرو الزيتون بالبطاطا. الزيتون كما الوصفه تاع كنا نديروه بكري بالزروديه، غادي نزيدو له واحد النكهه باش يجيكم كما تاع العراس وكما تاع المناسبات. هذاك الذوق هذاك الغول تسيبوه في الزيتون تاع المناسبات. اي اضافه صغيره برك حاجه قليله غادي تجيكم ولا اروع. وحتى لاكولار غادي نوريكم كيفاش تحصلوا على هذه لاكولار، يعني ما هي حمراء ما هي بيضاء، معناها ماتي يعني نص نص. انا هنا رفقت مع بطاطا مقليه ودرتو باللحم تاع الغاني، كان باقي شويه تاع العيد درتو. سواء الزيتون يجي بالدجاج، يجي بالدجاج، يجي باللحم الغنمي، يجي باللحم الخروف، يعني اي نوع من اللحوم يجي معي، يعني مكاش مشكل. كما قلت لكم انا باقي لي تاع العيد درتو 3 4 درتهم في هذا الطبق تاع الزيتون تاعي. وهنا طريقه تحضير تشوفوا، حطيت البطاطا اكوتي، درت الزيتون في الوسط ونحطو اللحم، ومن بعد نسقو هذاك اللحم براصوص تاعنا، براصوص تاع الزيتون باش ما يجيكمش ناشف ويجي مشمخ. فوالا شوفوا الطريقه، شوفوا نوريكم الوصفه قبل ما نبداو في الطريقه. وبنا اكيد حاضر كما يقولوا، درت عليه شويه تاع معجنوس. نبداو طريقه التحضير والمكونات. انا حتى تقدروا ديروا بالكويس تاع الدجاج الفخار تاع الدجاج، تحمروه من بعد وتبريزونطو البلا تاعكم يجي ولا اروع. الفيديو تاع الجاي ان شاء الله غادي ندير لكم بالدجاج. هنايا عندي كميه تاع اللحم كما قلت لكم، كان في الكونجلي، طبختوه باش تروح لي هذيك الريحه تاع الكونجلي. طبختوه ماشي بزاف، حوالي 3 دقائق ولا 4 دقائق، قد ما تروح لي هذيك لاكاس ولا الريحه. وصفيته وانا حطيت العقوق تاعي. هنا توجور بصل، الزيتون نكثروا البصل، سورتو بصل كي يتكرمل يعطي لنا واحد البنه، واحد الحلاوه. الزيتون تاعكم يجيكم حلو ويمتصلكم هذيك البنه تاع المروريه. توجور كثروا بصل، ولا تحبوا كومبلي قطعه تاع مرصوص صغار. ندير هنا الملح، كميه قليله تاع الملح، تعرفوا الزيتون يجي مالح، يعني توجور ديروا كميه قليله. من بعد الا خاصكم زيدوا. درت السنه تاعهم. ندير الزيتون، انا طيب زيت زيتون والخوات اللي بغات طيب، كان يديروا السمن معروف تاع الزبده، معروف السمن، كان يديروا الزيت معروف الزبده، كان كل واحد كيفاش. انا هنا نطيب بزيت الزيتون، درت قرصه تاع ملح كما تشوفوا، ونخلوه يتقلى حتى يتكرمل هذاك البصل تاعنا. وما نساوش الرند، يعني الزيتون بلا رند مو الزيتون اوبليجي يكون الرند في وهذه هي لاستيس تاع الزيتون باش يجيكم بنين ويجيكم فيه البنه هذاك تاع الزيتون تاع المناسبات. يعني ديروا عود قرفه غير صغير، يعني ماشي كبير، حجم صغير برك، باش ما تجيكمش الريحه تاع القرفه قويه ومامتو يعطيكم هذيك البنه. فوالا هنا الزروديه انا نديرها كما تشوفوا، ديرها دوائر كما كنا نديروها بكري. اخواتي اللي ما تبغيش الزروديه في الزيتون ولا وليداتها ما يبغوهاش، كيسي حبه كومبلي تاع الزروديه في الزيتون تاعك باش تطلق البنه وتمتص هذيك المروريه. الا كان الزيتون شويه مر دي فوا نطبخوه ويجي مر، قد ما يطيب الاخر نحيها يبقى لك الزيتون تاعك صافي. نحط هذا الزيتون اكوتي، نجيب هنا حبه تاع طماطيش قلت لها القشره تاعها، غرتها مرصوصات صغار، ندير عليها زبيس. ما نديرش هنا دوك الطماطيش بس طلقني الماء حتى كيتقلى هذاك اللحم تاعي مليح 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 مع الثوم والبصل يتكرمل ويطلق هذاك لاصوص تاعو عاد باش ندير الطماطيش. فوالا درت لي زبيس هنا، راس الحانوت، قزبر، كمون، يعني لي زبيس ما عندهاش مشكل معاهم، اي كاع يجوا معاه. زنجبيل، شويه قزبر مطحون، شويه كمون، الكركم، درت بابريكا حاره. نخلي هذا الطماطيش اكوتي حتى كيتقلى لي هذاك اللحم مع البصل. فوالا الطماطيش توجور ديروا لها القشره باش ما تبقالكمش مرصوات في الطاجين ديالكم، باسكو ديروا لها القشره بالخف تذوب وتختفي في لاصوص. فوالا هنا راني نقلي فيه، تشوفوا على نار هاديه حتى يتكرمل لي هذاك البصل تاعي. فوالا هذه توجور مرحله مهمه في الطواجين باش تجيكم اي طاجين باش تجيكم البنه تاعكم بنينه. التقليه هي اللي تعطي البنه للماكله تاعكم. توجور قلوا ولا ما تقلقوش فيه، نقصوا عليه النار وغموه وخلوه يتقلى، مره على مره قلبوا، متقلقوش في الماء بالخف. هنايا باش تعطيكم هذيك لاكولا كما شفتوا في اول فيديو، نص مغرف طماطيش مع هذوك لي زبيس يدينا في الكركم في البابريكا، غادا تعطينا واحد اللون. هذاك اللون يعني ما هو حمر ما هو ابيض، يعني نص نص. فوالا اذا درت نص مغرف صغيره تاع طماطيش مصبره في الاخر تاعي، خليه يتقلى كلشي يتقلى على نار هاديه ونقلبوا مره على مره. خاصه الدجاج اللحم كاع نقولوا بالك شويه ما يتقليش بزاف، ما يحتاجش تقليه. مي الدجاج فيه الريحه لازم نقلوه مليح مليح في هذا المرحله. فوالا نغطوه على نار هاديه ونخلوه
هذاك البصل يذبان مع اللحم. فوالا مرة مرة نخلطو. انا بالنسبه للكميه تاع الزيتون عندنا تطل. اخوات اللي بغات دير كيلو دير نفس المقادير. وانا كبيت هذيك الطماطيش وخليها ثاني هي تذوب باش ما تبقاليش مرصوصات من بعد في في لاصوص. فوالا كي تشوفوها ذابت نروحو نمرقو ونغرقو على الكاكوط تاعنا. وحاجه اخرى ثاني في الطواجن متكثروش الماء هو اللي يهرب البنه وما تجيكمش المرقه تاعكم بنينه. ولا تشوفوا هذاك اللون روعه تاع الزيتون. هنا نروح نمرق يترى ما تكفي قد ما ندركو يدرك اللحم تاعنا نحبسو يعني متكثروش الماء وبعد يعطفوا عليها باسكو الكاكوط ما تشربش الماء ما تنشفش الماء ماشي كيما الطاجين ولا جيست. هنايا يدرك اللحم نحبسو. هنا غادي نكب الزيتون مع زبديه نغرق على كل شيء حوالي 20 دقيقه نطلعو عليكم واجد. والبطاطا تاعي راني قطعتها كاروات وراهي تطلع. فوالا هنا الزيتون تاعي بعد ما 20 دقيقه فاتت عليه راه طاب. كنت غادي نخليه تشوفوا لاصوص قاعده هي كما درناها قاعده. انا دابا قلت لكم ما تكاطروش في الكاكوطوشه ما تكاطروش الماء. فوالا هنا غادي نخليها تزيد تنشف شويه تتجمر ونتلاقى معكم في صحن التقديم ان شاء الله. البطاطا تاعي راه طيب. انا درتها كاروات وباخاوت بغات ديرها بالطول ديرها بالطول. هنا البطاطا تاعي وراها طابت كنتو تحمرت. جبت البلا تاعي حطيت الزيتون كتشوفوا لا كولير تاع الزيتون كيفاش تجي ولا اروع. كما قلت لكم هذاك العود تاع القفص الصغير يعني متكثروش غير العود صغير متكثروش باش تجيكم من الزيتون تاعكم ولا اروع. هنا كما كتبوا الزروديه اخوات كما قلت لكم ما عندناش ما تبغوش الزروديه تبغي مرشو حبه كومبلي ومن بعد نحيها فاسيلمون يعني ما تجيش باينه في الزيتون تاعها. فوالا نقدموا بهذه الطريقه. الاخوات اللي بغات دير شامبينيو كانوا عندها دير كلها تقلي وربع تاع شامبينيو مع شويه تاع حروش شويه تاع ملح تقليهم مليح والثوم وتكبها فوق كتزيين فوق الطاجين تاع الزيتون تاعها. وانا حطيت هذاك المرصوص تاع اللحم توجور نخلو لاصوص نسقو بها اللحم من فوق باش يجينا مشمخ ويجينا بنين ما يجيناش ناشف. فوالا بهذه الطريقه نقطع فوق شويه تاع معدنوس ويكون الطاجين او القطعه حار تاع الزيتون تاع بكري يعني يجي ولا اروع. الى هنا الفيديو تاعي الى اللقاء نلتقوا بفيديو جديد ان شاء الله باذن الله. عجبتكم الصوت ما تنساوش ديروا جيم وتشتركوا في القناه وتدعموني. المره الجايه ان شاء الله غادي نديروا فيديو تاع الدجاج معمر بالفيون داشيف وكل شيء يعني بلا قوليان بلا والو بصوص طوماط ان شاء الله باذن الله. الى اللقاء نلتقوا بفيديو جديد ان شاء الله.